تخيل تسجل جول الفوز لفريقك والجمهور مولع وزمايلك كمان بيحتفلوا معاك، وفجأة تلاقي الحكم رافع الكارت الأحمر. ده اللي حصل مع إكيتيكي مهاجم ليفربول بالظبط امبارح في ماتش ساوثهامبتون. إكيتيكي سجل جول قاتل واحتفل بخلع التيشيرت من الفرحة، بس هنا كانت الكارثة. إكيتيكي كان ناسي إنه واخد إنذار، وده كان أول ما نزل بسبب اعتراضه على الحكم. يعني خلع التيشيرت بيساوي إنذار تاني بيساوي طرد، جول وطرد في نفس اللحظة. حتى فريمبونج وهو بيجري يحتفل معاه وقف مصدوم مش فاهم ايه اللي بيحصل. مدرب ليفربول أرن سلوت انفجر فيه وقام قايل له ده تصرف غبي بمعنى الكلمة، لو نهائي أبطال وجول تاريخي كنت هفهم، لكن هنا مستحيل. المشكلة مش بس في الكارت الأحمر، المشكلة إنه هيغيب عن الماتش الجاي وده ماتش مهم، وده كان السبب الأكبر اللي خلى مدربه يولع فيه في التصريحات. لكن بعد الماتش إكتيكي طلع يقول المشاعر غلبتني ونسيت الإنذار الأولاني. السؤال هنا ليكم، هو يستاهل الهجوم اللي حصل له ولا شايفين فعلا ان المشاعر عذر كافي؟ وما تنساش لايك واشتراك عشان بيكم نستمر.